السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. وحشتوني جدا جدا جدا. ايه رأيكم النهاردة هنعمل كيكة النايتي اللي كلنا وكل اولادنا بيحبوها وبنشتريها من بره؟ يلا نعملها في البيت بأبسط طريقة. بجد انا كنتش مصدقة ان الطريقة سهلة كده. ممكن تغيري في نوعها زي ما انت عايزة. انا عاملاها بالفراولة المرة دي، ممكن تعمليها بالشوكولاتة، الطعم واللون اللي انت عايزاه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشارك الفيديو مع حبايبك واصحابك، واللي اول مرة يشوف قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نقول بسم الله. بسم الله. هجيب البولة بتاعتي وهنزل فيها ببيضتين بدرجة حرارة المطبخ، طبعا عارفين القانون. هديها فانيليا سايلة او بودر الموجود عندك، كمان كوباية سكر، ورشة ملح صغيرة، وهضرب كل ده كويس جدا. رشة ملح وبالمضرب بقى، واضربي كويس لغاية ما السكر يدوب والخليط يبقى فاتح عندك. يا ترى وصفاتي بتعجبكم؟ يا ريت تسيبولي تعليق وتقولي لي رأيكم فيه ايه، وهل الوصفات اليومين دول عجباكم ولا ايه، ولو عايزين وصفة معينة اطلبوها وانا انفذها لكم من عينيا. شايفين ده اني اضرب لغاية ما القوام بقى فاتح ازاي؟ شايفين بقى عامل زي الكريم وفاتح ازاي؟ هضيف له هنا بقى كوباية من اللبن وهضرب كويس، ومعايا كمان كوباية الا ربع من الزيت. هضربها كويس جدا، بنزل بالزيت شوية شوية بالتدريج وبضرب. شايفين انا بنزل الزيت شوية بشوية. امشي كده بنفس التكنيك اللي انا شغالة بيه وهتاخدي حاجة حلوة قوي بصراحة. يلا بقى هنضيف، خلصنا كده الخليط السائل، هنضيف المكونات الجافة. معايا كوبايتين من الدقيق، بدخل كوباية كوباية كده زي ما انتوا شايفين اهو. لازم الدقيق يتنخل كويس. الكوباية التانية اهي. وهضيف البيكنج باودر، كيس من البيكنج باودر او معلقة كبيرة للي عنده البيكنج باودر سايب. وهكمل نخل المكونات بتاعتي، هخلطهم كويس بالمضرب لغاية ما الدقيق يختفي. تعملي كيكة بمنتهى البساطة. هبدأ بقى اجيب بولة صغيرة كده وهاخد فيها 4 معالق من الخليط بتاع الكيك كده على جنب. بس كده. وهضيف للخليط ده ربع كوباية دقيق. يبقى انا ضفت كوبايتين دقيق وخلطتهم كويس وخدت منهم 4 معالق، وهضيف ربع كوباية دقيق كمان اهو. هنخلهم وهخلطهم كمان لغاية ما يختفي الدقيق خالص. هشوف بقى، هقلب كده واتاكد ان الدقيق كله اختفى. ادي قوام الكيك معايا اهو زي ما انتوا شايفينه، قوام ناعم وجميل جدا، وسط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هجيب بقى هنا الاربع معالق دول وهضيف عليهم لون احمر عشان انا هعملها بالفراوله. انت عايزه تعمليها بالشوكولاته او باي طعم تاني ممكن تعملي، تضيفي كاكاو او اي لون على حسب المربى اللي هتحطيها. هصب الخليط بتاعي في صاج 30 في 40 مدهون ومفروش بورقه زبده، وهسوي الخليط فيه
كويس جدا، يبقى كله سمك واحد. اخبطه كده واخرج فقاعات الهواء كده بعود الشيش طاووق كده زي ما احنا متعودين في اي كيكه. وبعد كده هجيب الخليط اللي انا ضفت له اللون الاحمر، هحطه في كيس من بتاع الحلواني وهخرم خرم صغير كده، وهعمل خطوط بالطول كده زي ما انتوا شايفين بمنتهى السهوله. شايفين الكيكه النايت طلعت سهله ازاي؟ لو هتحشيها شوكولاته هتعملي الخطوط دي، بس هتحطي بدل اللون الاحمر هتحطي كاكاو، معلقه كاكاو. هتوزعي الخليط كده، وبعد كده بالعود بتاع الشيش طاووق، وهنعمل خطوط رايحين جايين كده زجزاج تديني الشكل بتاع الكيكه النايت كده. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد تقريبا ربع ساعة، ونختبرها بعود الخلة كده طلعت معانا نظيفة يبقى كده استوت. هنقلب الكيكة بتاعتي على ورقة زبدة اهي، وهنشيل الصاج كده بالراحة تطلع معايا بكل سهولة اهيت. وهشيل ورقة الزبدة اللي احنا صبين عليها الكيك اهي، شايفين بتطلع بكل سهولة خالص. ودي الكيكة معايا زي الفل زي ما انتوا شايفين اهي. هجيب بقى السكينة وهقطعها بالنص بالظبط. لو عايزة تقيسي بالمسطرة تتأكدي قيسي بالمسطرة، طبعا الصاج 40 فانا هخليها 20 و20، وهقطع بالترانش بتاعي ده او بأي سكينة حامية عندك. كده قطعتها نصين بالظبط قد بعض. اتأكد كده بالظبط انها كلها اتقطعت اتفصلت. هجيب بقى مربى فراولة او طبعا اي نوع مربى انت عايزاه، وهفردها كويس جدا على نص الكيك. خطوات بسيطة وسهلة، بس ما تنسوش تعملوا اللايك وتشاركوا الفيديو مع حبايبكم واصحابكم، وما تنسوش يا جماعة بالله عليكم تعليق حلو منكم كده تقولوا لي رأيكم ايه في الوصفات. هفرد بقى الفراولة كده المربى قصدي على الكيكة. طبعا الكيكة بردت، هقلب بقى كده هتتكسر، فهقلبها بالورقة. هقلبها بالورقة وقلبتهم على بعض اهو، هقسم كده بالنص، وبعد كده هرجع اعمل مستطيلات قطع النايتي هقسمها اهي. حاولي تطلعيهم كلهم قد بعض كده، وعملنا احلى نايتي في الدنيا. شايفين؟ وحشو المربى بجد جميلة جميلة جميلة. يلا بسرعة اعملي لايك للفيديو وشاركي الفيديو مع حبايبك واصحابك، واللي اول مرة يشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وحصري من فيديوهات ان شاء الله. يا ريت تقولوا لي رايكم ايه في التعليقات، وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش اللايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعاية الله.